صباح الورد والياسمين عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده الجاتو شاتو خطوه بخطوه مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي كده في الكبه بتاعتنا هنحط كوبايه لبن على كوبايه سكر كده، حطيناهم في شفشق الخلاط عادي، سواء استخدمتي الكبه او الخلاط عادي. ضربناهم كده شويه في الخلاط وبعدين حطيت عليهم كوبايه من الزيت، وهنشغل برضو الخلاط شوية. تمام كده. حطيت عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام وهنضرب برضو. طبعا ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي برضو لو موجود عندك، اي حاجة متاحة ممكن تستخدميها عادي. تمام كده. الخليط تقل معانا اهو كده. هناخد كوباية من الخليط ده، ناخد كوباية بالطريقة دي ونسيبها معانا على جنب علشان هنستخدمها في التزيين في الاخر. باقي الخليط اللي في شفشق الخلاط معانا هنحط شوية من الملح وبيضتين وشوية فانيليا. يبقى كده حطينا على الخليط رشة من الملح وبيضتين وشوية فانيليا، وبعدين ضربناهم، وبعدين كده حطيت كوبايتين من الدقيق مع معلقة بيكنج باودر وضربناهم كده. القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، القوام سايب مش ماسك كده، سايب معانا. تمام كده. حضرنا القارب بتاعنا، حطيت فيه ورقة من الزبدة مدهونة بالزيت فوق وتحت، وبعدين هصب الخليط بتاعنا وندخله الفرن لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة. اهو طلع معانا اهو. تمام كده. الخلة بتاعتنا نظيفة. هنسيبه بقى يبرد شوية، وبعدين هنجيب كوباية الخليط اللي احنا كنا شايلينها وهنحطها كده على الوش بالطريقة دي. طبعا هي كانت تقيلة، انا خففتها بمعلقتين من اللبن علشان نعرف نصبه بالطريقة دي. صبيته على الوش ونوزعه. ماشي، هنوزعه كده معانا. لازم نغطي الوش كله بالخليط. وهندخله التلاجة بقى يبرد قبل ما نقطعه. ندخله التلاجة شوية. تمام كده. طلعناه. هنقطعه بقى مع بعض. طبعا التقطيع ده يرجع لكم، تقطعوه بالطريقة اللي انتوا تحبوها، تقطعوه مستطيل، تقطعوه مربعات، براحتكم خالص. احنا دلوقتي هنقطعه زي قطع الجاتو. تحاولوا بقى القطع تكون مقاس واحد. تمام كده. ما شاء الله المقدار دوت عمل لنا تقريبا 14 قطعة. عايزين تعملوه بقى في قالب اصغر من كده، عايزينه يبقى عالي عن كده، تصغروا القالب شوية. تمام كده يا جماعة.
وبألف هنا وشفا.